ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ واهلا بيكم تاني في قناتي. خلص فصل الربيع والصيف والالوان الفاتحه والالوان الكتير، ودخل علينا فصل الخريف بالوانه الغامقه والشفايف التقيله، النبيتيات والاحمرات والطوبي. انا شخصيه شتويه، بحب الشتاء جدا، بحب الخريف، بحب الالوان الغامقه. قولوا لي تحت مين بيحب الصيف ومين بيحب الشتاء. النهارده اللوك بتاع النهارده هو لوك خريفي. حاطه في العينين لون روز جولد، او اللون اللي هو كبري شويه على روز زي ما انتم شايفين كده، والشفايف حطها طوبي او نبيتي غامق. الشتاء بيحب الالوان دي. لوك النهارده مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، يعني ويربل، او تقدري يعني تحطي لو انت خارجه مناسبه، او لو انت حابه تحطيه حتى مع نفسك في البيت. كل سنه وانتم طيبين. طبعا مع دخول الخريف، دخول المدارس، البنات اللي داخله مدارس وداخله كليات، كل سنه وانتم طيبين ويا رب بالنجاح دايما. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، هحط اللينك بتاعها تحت. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وسبسكرايب او اشتراك للقناه بتاعتي من المستطيل الاحمر اللي تحت الفيديو ده. واسيبكم تستمتعوا بالفيديو. اول حاجه هبتدي بيها هو البرايمر. خدت البرايمر ده اسمه برايم ماجيك من W7، وابتديت احطه على وشي كله. وللفونديشن استخدمت من لوريال ترو ماتش الفونديشن، ووزعته بالفرشه بتاعت ريال تكنيكس. الفونديشن ده حلو قوي معايا في الشتاء، لان هو فيه مايكرو شيمرز، او تحسي ان فيه برونز خفيف خالص، يدي معايا حيويه في الشتاء، لان الوش في الشتاء بيبقى شاحب قوي، فالمايكرو شيمرز ده كان بينطق وشي شويه في الشتاء، فحبيت استخدمه في التوتوريال بتاع النهارده. ووزعته بالفرشه بتاعت ريال تكنيكس اللي اسمها فيس اكسبرت. ومن الكونسيلر استخدمت من لوريال القلم ده. طبعا هو هنا كان بيفنش النظره، هتشوفوها دلوقتي نظره قلم محصل اللي انا كنت بحبه جدا، بس الحمد لله ظبط معايا للاخر. حطيته تحت عينيا بس، ما حطيتش في اي حته تاني، لان هو كده كده الوش بيبقى باهت، فانا مش محتاجه اعمل له هايلايت. وبرده وزعته بالفرشه بتاعه ريال تكنيكس علشان اثبت تحت عينيا ووشي كله. انا استخدمت النهارده من ريمال البودره دي اسمها كلير كومبلكشن، ثبت بيها وشي كله عشان انا حابه يبقى ميه واحده. ومن ميبلين خدت الكونتور دي باليت فيها الاتنين كونتور وهايلايت. خدت الكونتور الباليت اسمها ماستر سكالب رقم فيها 2، وابتديت احط منها على خدودي كبرونزنج اكتر من ان هو كونتور، علشان بس احدد ملامحي، لان انا في الشتاء مش بحب يبقى الكونتور قوي قوي. وابتديت برضو استخدم الطريقه اللي قلتلكوا عليها في الفيديو بتاع الفرش، هحط لكم اللينك بتاعه تحت، ان انا اقدر استخدم فرشه في اكتر من استخدام. بعد كده الحواجبي، خدت القلم ده ماركه سافي وابتديت ارسم بيه حواجبي، ومن نفس الماركه خدت البلاشر بتاعهم وحطيته على خدودي وابتديت اوزعه كويس. طبعا انا مبتديه البيز الاول دلوقتي يا بنات، عشان خاطر عارفه ان انا مش هوقع حاجه، بس انتي لو لسه ايديكي مش مظبوطه او حاسه ان انتي هتوقعي حاجه، فانتي الاحسن انتي تبتدي بالعينين الاول، بعد كده بالوش. انا هنا من الهايلايت خدت الماركه بتاعت كارلي بايبل، وابتديت احط الهايلايت على خدودي زي ما انتم شايفين كده، وعلى كل الاماكن اللي بحط فيها الهايلايت، وبس ابتديت اوزعه كويس بالفرشه وشويه بايدي عشان خاطر يبان على قد ما اقدر طبيعي. برضو انا في الشتاء مش بحب الهايلايت يبقى زاع قوي، بس بحب احط اللي يخلي ينور الوش. بعد كده نبتدي ميك اب العينين من الباليت بتاعت شان اكس او. ابتديت اخد اللون اللي على اصفر ده وادمجه مع اللون اللي شويه على بني محمر، واحطه على كسرة عيني عشان ده اللي هيبقى اللون الانتقالي بتاعي. طبعا لو ما عندكمش اي حاجه من اللي انا بقول عليها دي، انا بحاول اوريكم الالوان عشان اي لون بديل عندكم تقدروا تستخدموه. ومن الباليت بتاع كوكوا بلند من زويفا خدت اللون البني دون، وابتديت احطه على كسرة عيني، اغمق بيه عشان ادي تدريجة لعيني للون اللي انا عايزاه. بحطه تحت اللون الاولاني.
خدت البالت بتاعت الكونتور بتاعتي النهارده من ميبلين، وابتديت اغمق اكتر الكريز بتاعي او كسرة عيني عشان خاطر تديني اللوك اللي انا عايزاه. وبركز كل تركيزي على قد ما اقدر على السبعة الاخرانية من العين، عشان دي اللي بتحدد لي شكل العين. والجفني المتحرك خدت اللونين دول من باليتة ايفر بيوتي، واستخدمت الماك فيكس بلس. بليت الفرشة الاول وابتديت احط بيها اللونين عشان خاطر يقوي اللون. طبعا لو ما عندكيش ماك فيكس بلس تقدري تستخدمي اي حاجة بتثبتي بيها الميك اب او حتى مية عادية. وخدت من انجلوت البيجمنت دون وابتديت احطه على جفني كله، ودي درجته اهي، وحطيته على جفني كله ووزعته كويس قوي، يديني يوضح لي اللون اكتر، وفي نفس الوقت يدي جمال للعينين. يعني انا شخصيا بحب الجليتر جدا، فالجليتر بتاعه مش قوي وفي نفس الوقت بينور العين. وما تقلقوش كل حاجه اكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. بعد كده خدت اللون الغامق ده من الباليتة بتاعت زويفا، وابتديت احطها على السبعة الاخيرة من عيني. ده مش اسود، ده هو رصاصي شوية غامق يدي الافكت بتاع الاسود عشان خاطر اكمل تدريجة العين بتاعتي، وابتديت ادمجه كويس. للايلاينر خدت من ريمال الماركة ماسكاندل ايز، وعملت خط رفيع خالص بس مديته شوية لبره عشان خاطر اكمبر بيه عينيا. القلم ده ممتاز يا بنات، هو مكتوب ان هو 24 hours، هو فعلا بيقعد 24 ساعة، والريشة بتاعته حلوة وسهل جدا انتي تستخدميه. رسمت خط رفيع خالص. طبعا انتي لو مش عايزة تحطي، انا النهاردة استخدم رموش، لو انتي مش حابة تستخدمي رموش تقدري في الخطوة دي تشيلي الرموش وتحطي بس طبقة كويسة من الماسكارا عشان خاطر تظبط معاكي اللوك. انا خدت برضو من ريمال سكاندل ايز ماسكارا وابتديت احط طبقة فوق، وابتديت اكمل عينيا من تحت. خدت من الباليتة بتاعت زويفا اللون البني الاول، بعد كده خدت اللون الغامق وحطيته قرب جفني. انا النهارده مش حابه احط قلم كحل اسود في عينيا، فاستخدمت القلم النيود ده من ريمال، حطيته جوه عينيا عشان خاطر يكبر عينيا ويدي احساس ان انا صاحيه، وفي نفس الوقت يهدي اللوك شويه عشان انا هحط رموش تقيله. الرموش اللي هستخدمها النهارده من جلام مانيكير، هي هحط لكم درجتها تحت. قبل ما احطها حطيت الاول طبقه من الماسكارا على رموشي اللي تحت علشان خاطر اكمل لوك العين، وبعد كده احط الرموش بتاعتي. بعد كده من الباليت بتاعت شان اكس او خدت اللون اللي على شامبين فاتح ده، وابتديت احطه تحت على حضمة الحاجب تحت حاجبي علشان خاطر ينور اللوك بتاعي، واحطه كمان على مدمع العين. لشفايفي النهارده في اختيارين. اول واحد الدرجه دي من ميبلين سوبر ستاي، شبه لون العينين نبيتي شويه على بني غامق. دي شويه خفيفه او اللون بتاعها مش قوي قوي زي ما انتم شايفين، بس انا شخصيا بحبها جدا. ده هيكون اللوك النهائي بالروج الاولاني. للوك التاني خدت اللون ده برضو درجة من سافي على موف شوية زي ما انتم شايفين، او نبيتي على موف درجة غامقة. بكده يكون اللوك التاني كمان خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب او اشتراك من المستطيل الاحمر اللي تحت الفيديو ده، وتابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي.